الأمن حق للجميع. من هذا المنطلق تقوم مديرية أمن القليوبية بأداء واجبها في حماية المواطنين جميعا. وكما نشاهد السيد اللواء مدير الأمن أثناء اجتماعه بقيادات مديرية أمن القليوبية من أجل العمل على القضاء على البؤر الإجرامية الخطرة التي تهدد أمن المواطنين. وبالفعل انطلقت حملة مكبرة بدائرة شبين القناطر، وتحديدا بإحدى مناطق مثلث الرعب قرية الجعفرة، وتم ضبط عدد 9 سيارات مبلغ بسرقتها وعدد 3 دراجات نارية وضبط 7 أشخاص من متعاطي المخدرات. تمت الحملة المكبرة بدائرة مركز شبين القناطر والخنكة بإشراف السيد اللواء مدير الأمن ورئاسة اللواء مدير إدارة البحث الجنائي. شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي بالاشتراك والتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام وقطاع الأمن المركزي لاستهداف البؤر الإجرامية، والتي أسفرت عن مداهمة تلك البؤر بقرية الجعفرة بزعامة الشاقي الخطر أمين موسى الذي هرب من السجون العمومية في أحداث يناير 2011 والمحكوم عليه بالإعدام. وكما نشاهد حجم الجهد الذي يقوم به رجال الأمن بمديرية أمن القليوبية، حيث أنهم يقوموا باختراق كافة البؤر الإجرامية والسيطرة عليها، ولا يتباطؤوا أبدا في القضاء على الجريمة حيثما كانت. ولأن الهدف واضح والرؤية واضحة، وهي أن يشعر المواطن في القليوبية أنه آمن على نفسه وعلى ممتلكاته، يظل دائما رجال الشرطة في مديرية أمن القليوبية ساهرين متيقظين من أجل تحقيق هدفهم. هؤلاء رجال الشرطة الذين هم جزء من نسيج هذا الشعب العظيم، رجال الشرطة الذين كما نرى يتعرضون لكافة أنواع المخاطر التي تهدد حياتهم، ولكنهم أقسموا على أن يكونوا فداء لهذا الوطن، وأقسموا ألا تغمض أعينهم إلا بالقضاء على كافة البؤر الإجرامية الخطيرة. وكما نشاهد رجال أمن القليوبية وهم يحاصرون كافة البؤر الإجرامية بتلك المنطقة الخطرة والتي تروج السموم لشباب هذا الوطن وتقضي عليه، إلا أن رجال الأمن بالقليوبية أبوا إلا أن يقضوا تماما على تلك البؤر. وقد كانت نتائج هذه الحملة الإيجابية هي استعادة 9 سيارات مسروقة و3 دراجات نارية. وكم كانت فرحة أصحاب هذه السيارات عندما عادت إليهم كما سنرى لاحقا، وكم كانوا يفتخرون أن مديرية أمن القليوبية استطاعت أن تقهر المجرمين وأن تعيد ما تم سرقته بالإكراه من المواطنين. إن رسالة الشرطة هي حماية المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على أمن وأمان المواطنين. كونوا على ثقة في أن أمن القليوبية يحتاج فقط لبناء جذور الثقة بين المواطن ومديرية الأمن، لأننا ساهرين وعازمين على أن نقضي على الجريمة في أي مكان في محافظة القليوبية. مديرية أمن القليوبية وكما نشاهد لا تتوانى أبدا في اختراق كافة البؤر الإجرامية. وكما نرى خطورة الأسلحة والمتفجرات التي تم العثور عليها، ونرى أيضا المسروقات 9 سيارات و3 دراجات بخارية أمام مركز شرطة شبين القناطر.
من على الدائري في نزلة بهتيم. الناس اللي سرقوا العربية اتصلوا بيا الساعة 11:30، قالوا لي طب العربية عندنا واحنا محتاجين 50,000 جنيه عشان تيجي تاخد عربيتك، ولو بلغت او اي حاجة مش هتلاقي العربية دي تاني. بعد كده اتفاجئت ان الساعة 4:30 الفجر كلمني عقيد قال لي طب عربيتك عندنا واحنا مسكنا العربية، والعربيه تيجي تاخدها من اسم شبين القناطر. والعربيه رجعت، انا ما كنتش مصدق يعني.